يا ترى كيف فيني اتشكر شخص باللغة الألمانية بطريقة اوفيتسيال؟ يعني إذا كانت العلاقة بيني وبينه رسمية أو فرضا هذا الشخص كان كبير بالعمر. طبعا فيني استخدم دائما التعبيرات دانك وفيلن دانك، ولكن باللغة الرسمية بنسمع أحيانا تعابير مختلفة نوعا ما، مثل مثلا الفعل شاتسن. الفعل شاتسن معناها يقدر. يعني شو بيقول لك؟ بيقول لك das schätze ich sehr، يعني أنا بقدر هذا الشيء اللي أنت عملته معي، ساعدته فبقول لك das schätze ich sehr. أو في تعبير أعلى شوي لغويا اللي هو etwas zu schätzen wissen مع الفعل wissen، يعني بتقول das weiß ich sehr zu schätzen. das weiß ich sehr zu schätzen يعني أنا بقدر هذا الشيء وبتشكرك عليه. أو بستخدم الفعل begrüßen. الفعل begrüßen بيجي كمان بمعنى يرحب بشخص أو جماعة أمام الملأ. يعني لما تقول ich begrüße Herrn Müller يعني أنا بسلم أو برحب بالسيد ميلر أمام الناس كلياتها. غير الفعل grüßenها. grüßen لحاله معناها بتسلم على شخص، بتحييه بينك وبينه، بتقول له hallo ich grüß dich. أما begrüßen فمعناها أمام الناس كلياتها. begrüßen تجي كمان بمعنى يقدر شيء ويتشكر شخص عليه. يعني لما اقول لك مثلا ich begrüße deine Hilfe، مو معناها اني انا بسلم وبرحب على مساعدتك، وانما انا بقدر مساعدتك الي وبتشكرك عليها.